عوامل التقسيم في سوريا غير متوفرة عند أي أحد. طائفية 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 بالتلفيد الدرزية بالتلفيد الدرزية وبالتلفيد العلوية بالتلفيد العلوية غير متوفرة عند أي أحد. ومقارعة النظام المجرم الروس والنصيريين والمجوس. الدفاع تنحر الرافضة والنصيرية غير متوفرة عند أي أحد. ما بتخلوا ولا واحد من الطائفة العلوية عايش. تطهير عرقي يا كلاب النصيرية ورشق القرى النصيرية في كل يوم. يا أحفاد القردة والخنازير. وهي يعني شبه مستحيلة في سوريا. من زياد وشو بيخري؟ دخيلك يا أمير النحل، دخيلك يا أمير النحل، دخيلك يا امير النحل. لك مين هذا امير النحل؟ يا لا بدنا بيد العلوية بدنا بيد العلوية. وكمان سيارات الأمن العام صارت تفتل بالسهو والمكبرات الصوت حي على الجهاد لقتل كمال الدروز. عدا أنه المجتمع في سوريا هو غير قابل للتقسيم. لا يمكن نهائيا أن يعكر صفونا أي طائفة كانت. المجتمع في سوريا هو غير قابل للتقسيم. حتى بعض المناطق اللي فيها نوع من الرأي تجاه التقسيم، أهل هذه المناطق بأنفسهم ضد التقسيم. ايش يعني سوريا ما تلاقي ولا درزة؟ هي ما بدنا علوية برا علوية تطلع برا. وهي يعني شبه مستحيلة في سوريا.